السلام عليكم يا شباب. هنتكلم النهارده عن ماتش الاهلي وبالميراس البرازيلي الخميس 19 يونيو الساعه 7 مساء في ملعب ميت لايف في نيوجيرسي. مباراة قوية وحاسمة ما بين الاهلي وبالميراس. طبعا كلنا عارفين وقلنا في الحلقات السابقة ان بالميراس فرقة تقيلة جدا جدا تكتيكيا ولياقة ومهارة وقوة ومدرب كويس جدا جدا، مدرب مستقر معاهم بقاله اكتر من 5 سنين اصلا. في مقابل الاهلي ميكس فرقة الاهلي لسه المدرب ده تاني ماتش، اسبوع معاهم بس قبل البطولة. ميكس اللعيبه في الملعب برضو لسه ما لعبتش مع بعض خالص، لسه في لعيبه بتلعب لاول مره في الملعب زي بن شرقي مثلا، اول مره يشارك مع الفرقه دي في البطوله. محمد علي بن رمضان عمره ما لعب مع بن شرقي قبل كده. الدنيا ملخبطه في الاهلي يعني. طبعا المباراه كانت بدايه كويسه جدا جدا. الاهلي ضغط، الاهلي مسك كوره الشوط الاولاني استحواذ حلو جدا جدا بس، والاهلي ضغط وماسك كوره. انا كنت بقول اللي انا بتفرج معاهم يعني ان الفرقه دي فرقه تكتيكيه عاليه جدا جدا، مديه الاهلي مساحه طالما ما عملش اي خطوره على المرمى يبقى يمسك الكوره براحته، بس هتنقض مره واحده زي النسر كده على المباراه. وده اللي حصل مع ستافيو نمره 41. بعد تلت ساعه ربع ساعه الاهلي ماسك الكوره، الواد خد الكوره استلم وعدى بعرض الملعب خالص، حطها بالشمال صاروخ. ان الشناوي طبعا ما عملش اي حاجه وكوره جنب العارضه. دي كوره زي كده ضوء في وش لعيبه الاهلي. خلي بالكم الفرقه دي مش سهله خالص، الفرقه دي هتنقض وتكسب يعني. فرقه بالميراس فرقه كويسه جدا جدا جدا. الشوط الاولاني انتهى طبعا. الشوط الثاني في دقيقه 49 كوره ثابته من الشمال اترفعت، اسامه ابو علي بيحاول يطلعها، اشترك مع اشرف داري وخبطوا في بعض، الكوره جت جون في الشناوي. ده الجون الاولاني. الاهلي حاول يقف على رجله شويه، بالميراس بقى فاق وركز ولعب، جاب الجون الثاني طبعا اللي هو الراجل اسمه لوبيز اللي هو نزل في الشوط الثاني، احرز جون كويس جدا جدا، انفراد طبعا وجري محمد هاني بيجري وراه. طبعا كلكم شايفين اللقطه بتاعت محمد هاني طبعا لياقه بدنيه قليله جدا جدا، ما لحقش الراجل وعمل حتى تاكلينج وحش قوي ونام على الارض، والراجل راح وحطها على شمال الشناوي على الثابته في الجون 2-0 يعني. فطبعا حصل بقى اللي انتوا شفتوه كله، ان اخلوا الملعب لمده نص ساعه، وعشان كان في برق ورعد وخافوا ان يكون في صواعق. المنطقه دي منطقه صواعق وممكن اللعيبه تموت يعني، والجمهور كمان يعني. فراحوا اخلوا الملعب، ولما الصاعقه مشيت خالص او البرق والرعد خلص خالص والشمس طلعت رجعوا الماتش تاني. الماتش بقى كان برضو الاهلي كنا متوقعين ان الاهلي هيرجع يبقى اقوى وكويس، بس يعني الاهلي رجع نفس يعني الصاعقه دي ما فرقتش مع الفرقتين يعني. فرقه بالميراس فرقه تقيله جدا جدا مركزه كويس جدا، نزلت برضو في النص ساعه اللي لعبناها ضيعت جونين 3 برضو، والتغييرات برضو بتاعت المدرب متاخره وما عملتش حاجه يعني برضو، او يمكن بن شرقي هو احسن واحد في التغييرات لعب يعني احمد بيكهام نزل احمد بيكهام ونزل قفشه ونزل بن شرقي وخرج بقى وجراديشار الرابع، وخرج اسامه ابو علي الغير موفق والوحش امبارح، خرج حمدي فتحي كان يعني 50-50 ما كانش برده متالق، وخد انذار يعني كان معرض للطرد لان الماتش ناشف قوي واللعيبه ناشفه جدا والضرب جامد جدا جدا جدا. بس يعني فطبعا المباراه بتاعت امبارح الشناوي لو قيمنا اللعيبه بسرعه كده، الشناوي الشوطين اللي شاطوا فيه دخلوا يعني، الباقي كله اتشاط جنب العارضه وفوق العارضه يعني. الشناوي امبارح لم يعمل تصدي. عندك خط الدفاع طبعا مش وحش، كان اسوأهم محمد هاني طول الماتش يعني، ميس باس وناحيته الدنيا مفتوحه خالص، بحري يعني شارع بحري ناحيه محمد هاني. نص الملعب كان حمدي فتحي، محمد علي بن رمضان، ومروان عطيه. مروان عطيه ممتاز، محمد علي بن رمضان اكثر من ممتاز. انا شايف احسن لعيب في الاهلي امبارح كان محمد علي بن رمضان. بقى حمدي فتحي كان اقلهم بس كان عامل اللي عليه والله، وكان كويس جدا جدا جدا. قدام كان زيزو، يعني انا ادي زيزو مثلا 70% امبارح، حاول بس مش مؤثر على المرمى خالص يعني هو عم بيعمل فاولات بره ال 18. طبعا وسام ابو علي كان في اسوأ حالاته. تريزيجيه برده كان في اسوأ حالاته. يعني في 3 في الملعب في اسوأ حالاتهم الحقيقه، محمد هاني وسام ابو علي وتريزيجيه. طبعا دي تاثر على اي فرقه، 3 اسماء تاثر على اي فرقه. طبعا المباراه بتاعت بالليل كانت مفاجاه، انتر ميامي كسبت 2-1، كسبت بورتو 2-1، والمجموعه تعقدت طبعا كده جدا جدا، وبقى صعود الاهلي كده محتاج معجزه، او صعود بورتو برده محتاج معجزه. لان انتر ميامي 4 نقط، بالميراس 4 نقط. بالميراس هيلاعب انتر ميامي الماتش الجاي، والاهلي هيلاعب بورتو. لو نقول الاحتمالات بسرعه، لو انتر ميامي كسب هيبقى انتر ميامي